هنعمل النهاردة وصفة تركية وهي كفتة داوود باشا. اتنسبت للحاكم العثماني داوود باشا بسبب عشقه ليها، وهحكي لكم واحنا بنعملها ليه كان بيموت فيها وايه سبب حبه فيها قوي كده. عندي 400 جرام من اللحمة المفرومة، بشرت عليهم بصلاية متوسطة وصفتها من المية كويس وحطيتها عليهم. حطيت معاهم ربع كوباية من البقسماط المطحون الناعم، ومعلقة من الدقيق الابيض، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعندي التوابل بتاعتي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح وزيها بهارات لحمة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وهندعكم كويس مع بعض وهنفضل نعجن فيها لحد ما اللحمة يبقى فيها زي خيوط كده وتبقى ناعمة معايا. طبعا الوصفة دي كان الوالي العثماني بيخلي الطهاة كل يوم يعملوها من عشقه فيها. وفي مرة واحد من الطهاة غلط في الوصفة وعاقبه جامد عليها. من يوميها الوصفة دي بقت اسمها كفتة داوود باشا. في طاسة بقى هنزل معلقة من السمنة وعليها شوية صغيرين من الزيت. انا وقع مني هنا شوية زيادة، ابقى قليلي عن كده. اول ما يسخنوا على النار هبدأ انزل اللحمة بتاعتي عشان تاخد لون واقلبها على كل جنب شوية. طبعا الوصفة دي كانت مشهورة جدا في تركيا في الوقت الحكم ده، واتعرفت في مصر لما الوالي ده نزل مصر طبعا، والفاطميين كانوا ماسكين مصر في فترة من الفترات، واتعرفت في مصر بنفس الاسم كفتة داوود باشا. في نفس الطاسة هنزل بفصين توم مهروسين كويس، واول ما ريحتهم تبدأ تطلع كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصة. جميلة جدا يا جماعة وريحتها تجنن الصراحة، له حق ان هو يحبها، بس مش عارفة ليه كل يوم لازم ياكلها. هقلبهم شوية على النار، وبعد كده هنزل بكوباية من عصير الطماطم وعليه نص كوباية من المية، وهقلب كل ده على النار. وعندي نص معلقة صغيرة من الملح ومن السكر ومن الفلفل الاسود، ونص مكعب مرقة لحم او دجاج اي مرقة. وهنزل بقى تاني باللحمة في الصلصة، وهسيبهم على النار يغلوا مع بعض 5 دقايق. الكفتة دي بقى كانوا بيعملوها ويحطوا جواها هدايا من كتر ما هو كان بيحبها. كانوا بيحطوا جواها خواتم فضة وخواتم ذهب، واللي كان بياكل بقى هو وحظه يطلع معاه الهدية بتاعته. الصوص بتاعها يا بنات يجنن يجنن يجنن، مميز وطعمه جميل، حتى من غير اللحمة يتاكل خطير. عملت جنبها رز بقى كده، وحطيت الكور اللحمة بالشكل اللي انت عايزاه، والصلصة خطيرة لازم تجربوها. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقولي لي رأيك في الوصفة عشان بجد انا محتاجة دعمكم. حطيت الصلصة بالشكل ده كده عشان تديها شكل حلو، ورشيت على الوش شوية من الكزبرة. ظبطت الطبق كده ومسحته عشان اهم من الشغل ايه تظبيط الشغل. ورشيت عليها شوية كزبرة كده من فوق، ودقت بقى الطعم بقى تجنن تجنن تجنن. ومع الرز خطيرة.